اهلا بحضراتكم النهارده بودكاست جديده من مكان بنعتز بيه جدا، اللي هي الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده. طبعا دي حاجه كبيره جدا بنفتخر بيها جدا، ودلوقتي بنفتخر اكتر واكتر انه رئيس الهيئه الاستاذ الدكتور خالد صوفي هو حاليا رئيس الايزو، كاول مصري عربي يرأس منظمه دوليه للمواصفات القياسيه والتوحيد القياسي. دي حاجه كبيره لينا يعني. النهارده احنا كنا في حاجه جميله برضو، انه ان شاء الله بالنسبة للمطابع خبر كويس، انه الشهادة المهمة جدا في الجودة الطباعية التشغيلية اللي هي 12647 شرطة 2 هتبقى لأول مرة بإذن الله متاحة انها تمنح من مصر هنا، تمنح من خلال الهيئة والإيجاك بإذن الله. فالنهاردة كان في حوار كتير مع الأساتذة، واحنا بنفتخر جدا ان مصر من الأسبوع اللي فات بقى فوتنج ممبر في التي سي 130. تي سي يعني تكنيكال كوميتي، اللجنة الفنية رقم 130 في الايزو، دي منوط بيها كل شغل الطباعة والجرافيك، ومصر بقت ليها تصويت في اللجنة دي. فدي حاجة كبيرة جدا جدا احنا كلنا فخورين بيها. النهاردة اخبار جميلة جدا ان احنا هنوفر لمطابع مصر، لانه كان في ظروف كتيرة بتمنع ان المطابع تاخد هذه الشهادة اللي هي هتبقى مهمة، قد تكون بعد فترة ملزمة للتصدير. ويهمنا ان السوق الطباعة المصري يعني يزدهر وينمو ويتطور، فدي فرصتنا صراحة. دي هتدي مميزات كتيرة للمطابع والسوق المصري، تخلي كل الشركات العالمية تيجي وتطبع هنا وتضمن الجودة العالمية زي أماكن كتيرة في العالم. الحاجة الكويسة انه كان في 3 او 4 عوائق للموضوع ده. اول حاجة الجهاز نفسه، شراء الجهاز السبكتروفوتوميتر او السبكترودنستوميتر. بنعمل اجراءات كتيرة دلوقتي مع الغرفة والوزارة والاتحاد الصناعات والهيئة هنا، ان احنا نقدر نوفر للمطابع يعني ان شاء الله ب60 70% من تكلفة الجهاز، يا رب. يعني دي اول حاجة. تاني حاجة كان معايرة الأجهزة دي، الناس عايزة تعاير بتبعت بره تدفع باليورو وشحن وكده. ان شاء الله هنا في قسم معايره، النهارده شافوا الجهاز وهيبقى فيه المعايره هنا بالعمله المصريه باسعار زهيده جدا. تتعمل المعايره جوه مصر في يوم واحد، يستلموه تاني يوم ان شاء الله. تالت حاجه كان الخبير اللي بيجي بيأهل المطبعه. احنا عندنا خبراء كتير في مصر ما شاء الله، النهارده حضر منهم كتير. دول هيجهزوا مع دورات مخصوصة انها تبقى مع موافقة للايزو 17065 و67، الاجراءات بتاعت ازاي نمنح الشهادة. فهيبقى الخبراء مصريين المؤهلين يعني. فدي طبعا هتوفر وقت وتكلفة، بدل ما ندفع تذكرة وإقامة وبوكيت ماني وكده. ثم آخر حاجة كانت التقييم والمنح، برضو ده بدل ما نعمل من بره، إن شاء الله برضو ده هيبقى هنا من خلال الهيئة. وفي واحدة بقت منح شهادات للعمليات التشغيلية الحمد لله، آخر الشهر اللي فات قرار وزاري طلع، وده من حظنا يعني. فاحنا بندعو كل المطابع ان شاء الله اول ما الحاجات دي هتبقى جاهزة هنعمل لها بقى ورشة عمل كبيرة، يشوفوا المميزات وكده، واسعارها تبقى اقل من، اقول كام يعني، يمكن نص الثمن او تلت الثمن اللي كانوا هيعملوه قبل كده. ده كان مانحهم انهم ياخدوها. فاحنا كده بنبسطها ونوصلها. غرفة صناعة الطباعة انا بشكرهم، سواء باشمهندس نديم الياس او باشمهندس سمير البيلي، لان هم فعلا بيدعموا ده بقوة كبيرة جدا. وباشمهندس عاطف عبد الرحمن مدير الغرفة معانا. فاحنا كلنا عشان نعلي صناعتنا اللي بنحبها جدا جدا ومتعصبين ليها جدا، وهي صناعة كل مرة هقول لكم بتخدم على كل الصناعات، تستحق مننا كل اهتمام. شكرا والى لقاء اخر.